السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير. من زمان مش كلمتكم يا جماعة والله، بس يعني ايه الظرف هو اللي خلانا نعمل الفيديو ده. زي ما انتم شايفين كده، كان الزول كان حاسس بيقارن نفسه بالأهلي، يعني نادي اسمه الهلال السوداني عشان كسب 1-0 هناك في أجواء حارة طبعا، وأجواء كان يعلم بها ربنا. فبيقارنوا نفسهم بزعيم أفريقيا يعني، ويقول لك احنا هنكسب وهنعمل. وكان في توتر طبعا، ماتش سان داونز واخدين 3 مع الرأفة لحد دلوقتي. فسمعكم يا بيرسي تاو عامل شغل هو حسين الشحات من ساعة ما نزل. يا والله حكم انا مش عارف، الحكم برضو الموريتاني خفيف قوي يعني. فتستمعوا معايا بس كده، فاضل بالظبط 4 دقايق. والله ما اوف سايد، والله ما اوف سايد يا راجل. يا ده انت الله وكيل تبقى بتحب الزول باين عليك ولا ايه؟ واللفنديه اللي يقول لك نعمل كده ومش نعمل كده وفي بعض اليوتيوبرات الزملكاويه يقول لك الحكايه والروايه واحنا هنعمل ومش هنعمل ايه. فانتوا زي ما انتوا معايا كده شايفين، بسم الله ما شاء الله يعني. الاخوه الهلاليين اللعيبه طبعا كل حاطط ايده على خده كده، يقول لك احنا جايين رايحين نشتغل القاهره عشان نكسب. وطبعا مع الشوال اللي كان موجود عندنا هنا كده، عامل بسم الله ما شاء الله يعني مكافآت جمه. اذا خرجوا الاهلي من البطوله وصعدوا هما للدور الثاني يعني، ولا دور الثمانيه. حبيبي لما الاهلي بيحب يكسب في ماتشات الفاصله بالذات بيعرف يكسب يعني. الاهلي كان محتاج هدف واحد، بسم الله ما شاء الله 3-0 لحد دلوقتي في الدقيقه 4 من الوقت بدل الضايع. الشوط الثاني محمد شريف، الله يا ابني يا سلام، كانت عايزه الزاويه البعيده يا شريف. هسيبكم بس تستمعوا معايا كده. والملعب بسم الله ما شاء الله يعني، بسم الله ما شاء الله ولا حسد يعني، بسم الله ما شاء الله. الجماهير بتقول لك احنا الاهلي احنا ولا نسيتوا. كرة بيلق كده. ادي الزول في استاد القاهرة. عشان تعرفوا بس ان مصر بتسيع كل الناس وبتسيع كل العرب. سلام، بيعيدوا الجول بتاع مروان عطية، التمريرة الحرارية بتاعت مروان عطية لحسين الشحات، بسم الله ما شاء الله. واحد والتاني ودن في الزاوية البعيدة واديله. الله يرحمك يا بابا حسين الشحات طبعا، عامل يافطة بيهدي الفوز ده والهدفين دول. روح والده الله يرحمه، لسه متوفى مفيش من 48 ساعة. احنا في الدقيقة دلوقتي 5 من الشوط، من الوقت اللي بدل الضايع في الشوط الثاني. ركز على معالي معلول، حسين الشحات، يلا يلا بيرسي تاو. الله بس بعيدة 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 بعيدة. يلا ضربة مرمى لنادي الهلال. طبعا اللي اخفيكم سرا يعني، الشوط الاولاني محمود كهربا احرز هدف عالمي 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 بمعنى الكلمة يعني. بس قبل الهدف العالمي ضيع 3 أجوان ما يضيعوش. كلمة الواحدة بس، منافسة. لا تقارن نفسك بالاهلي يا ابني انت هو. الاهلي لما لما بيعوز بيفعل. صوت الجماهير بسم الله ما شاء الله. انا اتوقع اكتر من 60,000 متفرج في الاستاد مليان. في اخر دقيقة فاضل بالظبط 15 ثانية وتنتهي المباراة. ولا عزاء لرابطة الأندية بقيادة ولا اتحاد الكورة بقيادة جمال علام القرطاس، ولكن الحكم الفعلي هو هاني أبو ريرة. ويصفر الحكم الموريتاني الخفيف قوي
3 أبو 3 يا أبو 3. الضم الهلال السوداني الزول لأبو 3 يا أبو 3 يا أبو 3. رايح فين يا أبو 3؟ إحنا رجالة الأهلي ولا نسيتوا؟ وتحية طبعا لكل جماهير الأهلاوية، وتحية لأولادي عبد الرحمن وعبد العزيز الموجودين، واحد في الثانية في الثالثة يمين وواحد في الثالثة شمال، بيشوفوا الماتش لايف. وللأسف يعني لحد دلوقتي يعني مش يبلغوني، يعني أنا بشوف الماتش على الاي بي تي في، مش يبلغوني. طيب أول ما جول يجي ولا حاجة يبلغوني؟ نسوني الولاد. بس هم معذورين دلوقتي، هم في قلب الحدث. ألف مبروك للشعب الأهلاوي، ثم لكل محبين النادي الأهلي من الأندية الأخرى، ما عدا إلا قلبه أسود. وموعدنا في الأدوار الإقصائية، وأنتوا عارفين طبعا الأهلي لما يكون في الأدوار الإقصائية بيعمل إيه. الأهلي فوق الجميع. المنتخب لسه جاي من ملاوي، مفيش يوم 8 كان بيلعب يوم 28، و7 من الأهلي في منتخب مصر. وللأسف الشديد كانوا عايزين رابطة الأندية عايزين يلعبوا في كأس الرابطة. كأس الرابطة يا أبو رابطة أنت، أفريقيا أهم طبعا. انتظرونا إن شاء الله في الدورات الإقصائية. والأهلي لما بيعوز بيتمكن وبيفعل. فإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة. ولا عزاء لأبو 3 يا أبو 3 يا أبو 3 يا أبو 3. حلوة الله كيل كانت من الجماهير السعودية للغريم التقليدي. غريم مين بس؟ أنا ما فيش منافسة أصلا عشان أقول غريم. اللي هم بيقولوا عليهم في مصر الغريم التقليدي. غريم تقليدي أنا مش شايف فيه غريم ولا فيه أي حاجة. الشحات يؤمن التأهل. الشحات حسين الشحات يؤمن تأهل الأهلي إلى دور الثمانية رغم أحزانه. وربنا يرحم والدك يا حسين، ويرحم أمواتنا ووالدي ووالدتي ووالدي في الدنيا، وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. ورمضان مبارك عليكم حبايبي، وكل عام وأنتم بخير من قلب الحدث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.